السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم عاملين ايه؟ فيديو النهاردة جايبه لكم الادوات المنزلية اللي عاملة ترندات على السوشيال ميديا على الفيسبوك والتليجرام، وكمان جايبها لكم بالسعر وادوات لأول مرة ممكن تشوفوها سهلة الاستخدام وبتوفر عليك الوقت والجهد. اول حاجة معانا المفرش العجيني السيليكون المدرج اللي انت شايفاه ده هيساعدك ان انت تظبطي عجينتك بسهولة وتقطعيها حسب الحجم اللي انت عايزاه، وكمان بيدخل الفرن وسهل التنظيف، سعره بقى 38 جنيه. تاني حاجة معانا الفرشة الأمورة دي، شايفة الفرشة دي بتغسل السكاكين والشوك والمعالق وأي حاجة انت عايزة تغسليها. اهو السكاكين بالذات احنا بنخاف نغسلها عشان ما تجرحش ايدينا، فهو هيسهل عليك. تالت حاجة معايا بقى اللاصق الدبل فيس ده قوي جدا، هتقدري ان انت تعلقي عليه اي حاجة انت عايزة تعلقيها وتثبتيها في اي مكان عايزة تثبتيها فيه، في ديكور اكسسوارات اي حاجة، وامن جدا. عايزة اقولك بقى ان هو في عليه عرض ال5 متر ب25 جنيه، يعني المتر واقف ب5 جنيه. في عروض تانية ال3 متر ب15 جنيه، وهتلاقي بقى عروض كده على الجروبات. فانا بقولك يعني اخر عرض نزل ان هو ال5 متر ب25 جنيه، حلو اوي. عايزة اقولك حاجة كمان. اهو زي ما احنا شايفين اهو ان انت بتلزقي في اي حاجة، وعلى فكرة ممكن تشيليه وما بيسيبش اي اثر في الحيطة. انا جربته حلو بصراحة يعني، بس لازم تبحثي بقى تجيبي الاصلي. بصوا يا جماعة بقى معانا اللي هي قطعة الخضروات دي زي ما انتوا شايفينها، او هراسة او اي حاجة، سموها اي حاجة. دي بقى شغالة من غير كهرباء، يعني يدوي كده. ممكن تعملي بيها بقى التوم او تفرمي فيها بطاطس كده، بس تحطي الحاجة فيها شرايح، يعني حاجات رقيقة، يعني مينفعش تحطي البطاطسية كاملة كده. قطعيها وحطيها، والثوم تحطيه بتهرسه لك اي حاجة. ممكن تعملي ملوخية على فكرة، سهلة الاستخدام وكمان سهل ان احنا نغسلها وبتوفر برضو علينا وقت وجهد. حلوة يعني، عاملة 30 جنيه الهراسة دي. بصوا بقى ده دي المراية السحرية. المراية دي بقى ايه، مثلا انت عايزة تعدلي الميك اب بتاعك، عايزة تعدلي طرحتك وانت خارجة، تحطها في الحمام، تحطها في اوضه النوم، تحطها للاطفال، في الصالة، في اي مكان بقى، وشغالة معاكي في اي ناحية. بصوا الجهاز ده بقى جهاز لتدليك البشرة، بيشتغل عن طريق ذبذبات، بيعملك مساج كامل للبشرة وبينضف لك، بيعملك يعني تنظيف عميق للبشرة وبينشط الخلايا وبيحفز الكولاجين. بس انا بصراحة يا جماعة ما جربتهوش، فاللي جربه ياريت يكتب لي في الكومنت ويقول لي يعني فعلا فعال ولا لا. هو في ناس جربته وبتقول عليه كويس، وفي ناس بتقول اللي بشرته حساسة بلاش يجربه، فانا مش عارفة. انا بقول لكم الحقيقة، ودايما ان انا بحب اقول الحقيقة في الفيديوهات عندي، مش مجرد شو اعلامي وخلاص. ده بقى عندنا بقى ايه، اللي هو المفرش ده. مفرش عايزة اقول لكم ان هو حاجة كده جامدة. المفرش ده مصنوع من السيليكون، بيدخل الفرن، وكمان ممكن تظبطيه على قد الصينية كده، هيحافظ لك على الصواني بتاعتك من غير ما تحطي بقى ورقة زبدة او اي حاجة. بصي اهو. وكمان ممكن مثلا لو مطلعه حاجة من الفرن ممكن تحطيها فوقيه عشان تحافظي على الرخامة، تحافظي على المفرش. بيستخدم في حاجات كتيرة اوي. عندنا بعد كده اللي هي الشماعة. الشماعة دي بقى حلوة برضو، بتوفر لك مساحات في الدولاب بتاعك، بدل ما نحط شماعات كتير كده ونحس ان الدولاب بقى مش واخد حاجة. كلنا بنشوف الأزمة دي. فالشماعة دي عاملة 10 جنيه. الشماعة دي عاملة 10 جنيه وبتاخد كذا حاجة جنب بعض، برضو بتوفر لنا في المساحة وبتوفر لنا في الدولاب بتاعنا، عملية جدا وحلوة بصراحة يعني. دي بقى الصبانة دي جامدة حلوة قوي، عبارة عن ورقة شجر مصنوع من الإكريليك، مزودة بقاعدة بقى شفاط عشان يسرب المياه الزايدة. كل قطعة بقى في علبة عاملة 14 جنيه، يعني كل القطعتين دول بيبقوا مع بعض عاملين 14 جنيه. ممكن تحطها بقى في الحمام، ممكن تستخدمها برضو في المطبخ، في أي مكان بقى. جايبه لكم بقى المنشر الجامد، منشر غسيل محمول. ممكن ان هو تاخديه معاكي في المصيف، تاخديه معاكي في اي مكان ما فيهوش مثلا حبال غسيل، او ممكن لو عندك مثلا انت غسلتي وعايزه لسه ما عندك غسيل عايزه تنشريه وخايفه لا يكمكم لو سبتيه. اي حاجه بقى. مساحته صغيره، يعني هو عامل 9 متر
ماشي، عامل 5 متر، يا رب مش 9 متر، عامل 5 متر ب90 جنيه، وممكن تطولي وتقصري على حسب ما انت عايزة، بس اقصى مسافة ليه 5 متر، وعامل 90 جنيه على الجروبات زي ما انا قلتلكوا. شكله حلو، شكله امور، وعملي برضو، شايفة ان هو عملي. بعد كده معانا بقى اللي هو زي ايه زي عامل منظم كده، ممكن تحطي فيه الميك اب بتاعك، وممكن تستخدميه برضو في الحمام، تحطي فيه الادوات الحمام. ممكن تستخدميه برضو في اوضه النوم كده، زي مثلا تحط الحاجات بتاعتك فيه، او ممكن تحط فيه الادويه، ممكن تستخدمه في اي مكان في البيت، في حجره الاطفال، في اي مكان. عندنا بقى اللي هي بتاعة الحلة دي، انا مش فاكرة اسمها بصراحة، هفتكر لكم اسمها. عاملة 5 جنيه، بتحطيها على الحلة كده عشان ايه، ما تسربش منك الاكل او حاجة. بعد كده عندنا اللي هو مسدس التحمير، جامد، عملي جدا على فكرة. بتتحكمي في الشعلة، ممكن تخليها عالية وممكن تخليها اقل من كده. حلو اوي. عندك بقى الاسفنجة بتاعة الميك اب دي، اللي هي بتكبر في قلب المية، اسفنجة مضغوطة، الماتيريال بتاعتها عالية، 12 قطعة ب13 جنيه على جروبات الفيسبوك، ب13 جنيه ونص. بقولكوا الاسعار بالمصري، فالناس اللي بتتفرج عليا من خارج مصر، انا مش عارفة الاسعار عندكم معلش. والحاجات دي بتطلبيها من على الجروبات هنا، ومتوفرة اصلا في محلات الادوات المنزلية. يعني كل حاجة بقت متوفرة في المحلات بتاع الأدوات المنزلية. لو انت ساكنة في قرية، روحي في أقرب مدينة ليكي هتلاقيها متوفرة. عايزة أقولكوا على حاجة برضو، الجروبات الفيسبوك أو جروبات السوشيال ميديا بتبقى مأفورة شوية في السعر، يعني أمانة برضو هتحاسب عليها، بتبقى سعرها أعلى من المحلات اللي موجودة جنبك أو موجودة في أي مكان. باقول لكم يعني حاجة، يعني ايه، زي ما انا قلت لكم يعني كده خليها بيني وبينكم. اللي عايز اي حاجة من الحاجات اللي انا عارضاها دلوقتي، ممكن اسيب لكم رقم التليفون. انا ما بعملش اعلانات لحد، بس في قدامي كذا حد مضمون يعني وحاجته كويسة، فاللي عايز اي حاجة يكتب لي، وانا اقول له على سعرها، واقول له هتجيبها منين بالظبط، او اديله رقم التليفون بتاع الواتس او التليجرام، يتواصل مع الناس يعني، وان شاء الله الحاجة توصل. عندكم الشنطة بقى دي، شنطة الميك اب، او شنطة تحطوا فيها اي حاجة عملية جدا، بتفردوها تعلقوها في اوضتكم، وكمان وانتوا خارجين بتتلم كده، بتبقى صغنونة وتاخديها معاكي في السفر في اي مكان. دي يا جماعة قطاعة لكل أنواع الخضروات، إصدار من نايسور دايسور، لكل أنواع السلطات بقى بأشكالها المختلفة، ومعاها 5 أسلحة، عاملة 60 جنيه زي ما احنا شايفين كده. ده بقى يعني بحبه جدا، مكبس البرجر. مكبس البرجر ده حلو قوي وعملي. عايزه اقول لكم ان هو بيسهل عليكم جدا، وبيخلي البرجر كلها كده قد بعض، وممكن نعمل فيه بقى برجر فراخ، برجر لحمه، قطع عجين قد بعض، هنعمل ميني بيتزا. ده بقى البرجر برضو، بس ده من الاكريليك زي ما احنا شايفين كده مع بعض، 5 في 1، يعني بيعملك 5 برجرات. ممكن تحتفظي بقى بيهم في التلاجة، تحضريهم كده وتحتفظي بيهم في التلاجة، او عايزة تستخدميهم على طول اي حاجة. شكله حلو قوي وشكله جميل، زي ما احنا شايفين كده بيوفر علينا الوقت والجهد. عايزه اقولكوا على حاجه، ان كده خلاص يا جماعه الفيديو بتاعي خلص، يا رب يكون عجبكم. يا ريت تدعموني باللايك والاشتراك، اي حد يتفرج بقى على الفيديو يحط لي اشتراك، علشان ان شاء الله اكمل ال1000. وبشكركم جدا، وبشكر جدا جدا كل الناس اللي متابعيني واللي بيدعموني. هنعمل مع بعض ان شاء الله جولات، واجيب لكم حاجات تانية كتير. اي حاجة عايزين تسألوا عليها اكتبوا لي تحت في الكومنتات، وانا ان شاء الله هرد على اي كومنت هيجيلي، على السعر، على اي حاجة عايزين نعمل لكم جولة على حاجة معينة، اكتبوا لي اقتراحاتكم في الكومنتات. وما تنسوش تصلوا على النبي في الكومنت. بحبكم جدا، مع السلامة.